عندنا فيه؟ ما قلنا وقعتوا الحكم خلاص الحمد لله وزال الظلم والطغيان. ابنه بقى ابنه، انما لا 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 لا، خدوا على كل جمعه يلا يالا طلع الخيمه اللي هناك، يلا يالا ودي لنا ما مش عارف ايه، ولا يبقى هات التيشيرت اللي بيتقلع بسرعه عشان اما اجي اقلع كده واجري واعمل والقه بالطوب. يا اخي ارحمونا ارحمونا، في بلد ضيعه ضيعه، ده في امان وانا مروح ما في امان. ما في البلد ماديا صفر يا اخي، اللي هتهلكوه وتسببوا في البلد تخسر كل يوم 7 مليار. عندكم مرضى الكبد ادوا لهم يا اخي الفلوس دي، مرضى السرطان يا اخي اللي عندهم الفشل الكلوي، مصر اكثر دوله فيها الهم ده. الناس اللي مش لاقيه تعالج مش لاقيه تاكل، احنا ما يعني اسال الله يجعلنا سبب دايما. الشباب طرفنا ابنائي وتلاميذي روحوا وزعوا كيس، روحوا بيوت اقسم بجلال الله بالله ما في قيمه رغيفين يشتروهم في اليوم، ما في، وعندهم عزه. تروح البيت من دول ما في حتى حاجه بيناموا عليها، تتكلموا عنده عزه. وبعدين انتوا بقى خلاص فضلنا للكلام ده واجندات خارجيه، فتيجي تقول لي جمعه استرداد الثوره، ولاقي العيال يقول لك ايه احنا على استعداد نقدم شهداء زي ما قدمنا قبل كده. حبيبي تقدم ايه؟ شهداء. انا عايز عالم في مصر بس اسمه عالم مش متخلف، عالم يقول لي لو حصلت مجزره الجمعه الجايه مع الجيش اللي يقع فيها شهيد. بالعكس مجرم فاعل في الفساد، بقول اهو فاسد مجرم خارج على النظام بالكليه، مش منتحر بس ده مجرم. تقول لي انا مستعد اقدم من بيتك يا حبيبي، اقدم. انا عايز اللي يصرح بكده يقول لي ما قدمش ولاده ليه؟ اللي يقول كده ما قدمتش زوجتك ليه؟ ما تقول لي روحوا رجاله وحريم، قدم زوجتك وبناتك. وريني واحد من عندك اتقتل يا اللي هتقدم يا نصاب. يجي لي علماني يقول لي انا مستعد اضحي واقدم ولادك، قدم نفسك خلينا نرتاح منك. يا رب نرتاح منك يا اخي. لا حول ولا قوه الا بالله. يقدموا ابناء البلد الغلابه، الشباب المغرر بيهم، البسطاء. العيل يروح يوم ضرب في بتوع الجيش الجمعه الجايه عشان بتاع الجيش يدافع عن نفسه يتقتل. ده ايه اللي هيحصل لابيه يا اخي؟ افتكر ابوه هيبقى عايش ازاي وامه ازاي واخواته ازاي في كرب يا اخي. ده ربنا سمى الموت مصيبه في القران، مصيبه يا اخي. اللي سامعني دلوقتي تخيل ابنك اللي بتحبه راح واتقتل الجمعه الجايه، هتلعن دول وتلعن اللي كيف وهتلعن اللي وراهم وتلعن اللي كيف، انما بسهوله صدور مفتوحه وكيف وعنتريه انا اقدم. لا روح انت، روح عايزين نرتاح منك، روح. فانا عايز بس نبقى على قدر المسؤوليه. الحركات دي مكشوفه، والالاعيب الزعاميه وصناعه النجوميه مكشوفه. فالجمعه دي كل عاقل ما يروحهاش، كل مسلم عنده ذره من دين ما يروحهاش. كان لعبتكم ايه؟ الجيش عايزينه يحدد الانتخابات، ما حدد لك الانتخابات البرلمانيه وحدد لك انتخابات الشورى. ليك حجه ايه؟ عايز ايه اكتر من كده؟ ما هو ما انا بحدد لك دي خلاص بينقلك للمرحله الثانيه الرئاسه، ويقول لك هسلمها لك. يوم ما يمتنع عن التسليم يا اخي تعال انا وانت تعال نقول له انت ليه عملت كده واعمل اللي انت عايزه. انما ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اقسم بالله ان من خرج معتقدا انه على حق فهو آثم، وان من قتل فيها فحكمه حكم المنتحر المجرم الفاجر. انما بقى انا بقولها رساله مني من محمد الزغبي لدول اللي يقولوا مستعدين نقدم، وفي قناه معروفه بتصب لمصلحه مين، ولسه شايفين مديرها مش شال من 6 ايام استقال لما موقع ويكليكس طلع الوثائق اللي بتبين انه شغال مع CIA والسايه بتصب فيه الموساد الاسرائيلي. مكشوفه قوي يعني، مكشوفه. تقعد تشجعهم، الابطال خارجين، الثوار خارجين. فور مين؟ هتحارب مين يا حبيبي؟ الجيش المصري. هو ده الجهاد اللي بتقول هتحرر به الاقصى؟ رحت قتل الجيش المصري. الجيش المصري فيه مين؟ ده اخوك واخويا وابني وابنك واولاد الفقراء والمساكين اللي رايحين يقضوا مدتهم ويروحوا بسلام.
اللي واخد سنة واللي عنده سنتين وعنده 3، عايز تقتل دول؟ عايز تقتل المساكين دول؟ عايز تشتبك مع مين؟ وتقول لي الشهداء؟ الشهداء انا قلت عايز عالم على ارض مصر او في اي مكان في العالم يجرؤ يتصل بيا الوقت يقول اللي اتقتل في دي شهيد. الشهيد عندكم ايه؟ مين اللي ضرب ذره في المصطلحات العلميه عشان يقول لي شهيد؟ شهيد هو هل يجوز يطلق حتى على انسان صالح وكان في موطن الشهاده شهيد؟ اختلف العلماء من خلال نصين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما شهيد ده انت خليت لي جرج الشهيد ومرقس شهيد وبليا شهيد وزلطه اللي كان مسجل خطر بقى شهيد وكوكو شهيد واللي شايل عصايه ورايح شهيد واللي رايح يقتل عسكري شهيد. ارحموا ارحموا ارحموا. ومش بعد كده انا بحذر سكوتي وصمتي الايام اللي فاتت على الحركات دي مش ضعف. الشباب على مستوى الجمهوريه احبابي وطلابي واتباعي هيكون لنا دور بناء. وانا بحذر اللي بيتطاولوا على العلماء، بحذر اللي بياكلوا في حكم العلماء ويظهروا باي حاجه. قفوا عند الحد ده لان الصمت انتهى. بحذر اللي عايز ينتهك الدين ويتجرأ على الدين ويتهم الدين وكل شويه ياخد من الدين ده شهيد. ده شهيد؟ اوعوا تتجرأوا على دين ربنا. ساعتها بقى لا 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 لا. وعايز اقولها لكم، حرام عليكم حرام عليكم. ارحموا الناس، ارحموا اولاد المسلمين، ارحموا الفقراء، ارحموا البسطاء، ارحموا البسطاء، ارحموا الفقراء. خلوا في قلبكم ذرة رحمة، في قلبكم ذرة رحمة. احنا عمرنا ما احنا موافقين على الفساد ولا على الظلم، وبنقول البلد عايشة في فساد وعايشة في ظلم، وما قلناش ان اللي بيحكمونا دول يعني آية من آيات الله. بالعكس بنقول، بس بنقول قاعدة أخف الضررين، اتخاذ أخف الضررين شوية لما الأمور كده نلتقط أنفسنا. إنما عايزينها مذابح مع الجيش، مذابح مع الأمن الداخلي، خلاص ما حدش يندب بعد كده لما بنته تتخطف، لما ابنه يتطلب في فدية $1,000,000، لما ايه ما ينفعش الكلام ده. انتوا عايزينها فوضى. الله يرحمك يا ابن باز، الله يرحمك يا ابن باز، الله يرحمك يا ابن باز. لو كان موجودا ما صمت ولا سكت، وكنت أتمنى من كبار العلماء أن ينطقوا. الله يرحمك يا ابن عثيمين، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك يا ألباني، الله يرحمك. فعلا صرنا تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.